اتفضل يا امير. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك استاذ وليد؟ اخبارك؟ ان شاء الله والله تمام. بخير حال الحمد لله. طبعا كل عام وانت بخير، وان شاء الله وحضرتك الامه بخير يا الاسلاميه رب. كلها بخير يا رب. وحضرتك بخير. الله يحفظك. شيخ، اولا انا اعرفك بنفسي مبدئيا. اسمي امير من العراق. اتفضل يا استاذ امير. انا معد برنامج البشير شو، اذا انت تعرفه. احمد البشير. ايوه. البرنامج الاشهر بالعراق. مبدئيا انا من عائله شيعيه بكل صراحه اتكلم وياك. يعني انا والدي شيعي طبعا. نعم. اذا تقول له كذا عمر كذا هاي راسه ينطلق. المساله ما بيها انه انا هسه ما من بهاي الخرافات اللي احنا نسمعها، ان عمر فعل كذا، عائشه فعلت كذا، بجل الاحترام رضي الله عنه طبعا. فعلوا كذا فعلوا كذا، هذه الامور انا ما تدخل بعقلي، لانه الاسلام مبدا، الاسلام حب، الاسلام رساله، فاذا بني على باطل فهو باطل. صح؟ نعم. مبدئيا. نعم. بس انا عندي سؤال دائما اريد القى له جواب، وما اريد ادخل للجوجل او كذا، اريد اسمع من شخص متخصص يعني. اتفضل. طيب، هي السيده الزهراء عند اهل السنه كيف قتلت واين قبرها؟ بص، مساله اين قبرها لا يحدد القتل. يعني حسنا. لو ان قبرها مخفي الان، طب انا بقول لك مثلا لو ادعى مدعي الان وقال ان علي بن ابي طالب كان سببا في قتل السيده رقيه وام كلثوم بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءني الان وقال لي، قلت طب انت عرفت منين ان هم اتقتلوا؟ قال لك الان ليس لهم قبر، قبرهم مخفي مش موجود. صح. تمام. فانا هرد عليه اقول له ايه؟ فمساله اخفاء قبره، على فكره علماء الشيعه اجمعوا على ان قبر السيده فاطمه رضي الله عنها وارضاها دفنت في بيتها. ايه رايك بقى؟ وكثير من علماء الشيعه قالوا هذا الكلام، ولكن الشيعه لا يقرؤون. دي النقطه الاولى. فده ليس دليلا، يعني اخفاء القبر ليس دليلا على انها على انها ماتت بتاع دوت، ماتت مقتوله. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، عشان ابين لك بس، يعني للاسف الشديد الشيعي دايما يسمعها في الحسينيه وما بتيجي في باله. وخطباء الحسينيات دائما يصعدون المنابر الحسينيه ويلقون هذه الكلمات على اسماع الشيعه ويبكونهم بها، ومع ذلك لا يخطر على بالهم ما اقوله انا الان. اليسوا هم من قالوا ان علي بن ابي طالب مسك بعمر بزمام عمر برقبة عمر وقال له والله لو نبشت قبر فاطمة لفعلت فيك وفعلت فيك، فقال له عمر والله لننبشن قبرها ونصلي عليها. طيب يبقى هنا معلش، يعني عمر عارف القبر ولا مش عارف؟ عارف القبر. يبقى القبر معروف ولا مش معروف؟ معروف. خلاص القصه. وعلى فكره دي دايما تقال في الحسينيات عندهم، ودايما يلقوها على مسامع الشيعة. انا اعطيك شغله شيخ الغالي. انا من كنت صغير بصراحه الانسان يعيش فتره ضلاله، فتره كذا. نعم. كنت ما افهم شنو القصه، ما فاهم شنو قصه الصحابه وكذا. يعني احنا فتحنا عيننا على هذه الدنيا. للاسف نولدنا بوسط شيعي، يعني قدر بصراحه. انا اسف على هذا الكلام. علمونا انه عمر فعل كذا، ابو بكر فعل كذا، عائشه فعل كذا، ولا هم بريئين من كل هذه الامور. تمام. كنا نقوم بالحسينيات ونتمجد ونقول يا حسين ويا علي ويا كذا رزقني اياه، ونسوي ثواب ونروح زحف ونروح كذا. وانا كنت اسب عمر، يعني اتمنى انه الله يسامحني على هذا الشيء، انه انا من كنت طفل ما كنت ادري، انسان جاهل يعني. تمام. كنت دائما اسبه بدون وعي. فوصلت لمرحله لما دخلت عالم السياسه. احنا برنامجنا شيخ هو برنامج انتقاد سياسي ساخر يسخر من الواقع، انت اكيد تعرفه. عارف. طيب، هو انا دائما اوجه سؤالي. عندي بعض الاصدقاء او بعض الكذا من الشيعه، اقول لهم طيب انتم هسه لزمتوا دوله، هسه هم لازمين دوله العراق، مو صح؟ صحيح. شنو اللي قدمتوه للشعب؟ الشعب هسه ميت جوع، الشعب العراقي هسه محطم،
يعني يجدي بالشارع يشحت بالمصري. شنو اللي قدمتوه للشعب؟ شنو اللي قدمتوه للناس؟ بس لطم ودق وسب وشتم. يعني الطفل عمره 7 سنوات بالشارع، تجي يقول له عمر، يقول لك عمر كذا، ابو بكر كذا. طيب هاي ثقافه المجتمع. يعني ايوه والله. العراق اللي تاريخه 7000 7500 الف سنه. يعني حضاره وشعراء واداب، اول مبتكري الكتابه المسماريه وبور وحور والبابليون. هذا التاريخ كله تيجي تختصر لي اياه بسب وشتم وطعن ولعن. انتم هسه لزمتوا دوله. انا من خلال برنامجك اذا تسمح لي، انتم هسه لزمتوا دوله، شنو اللي قدمتوه؟ انا للاسف انه شغلي خلف الكواليس، بس احمد البشير ما مقصر وياهم. احمد صديقنا احمد البشير ما مقصر وياهم. يعني دائما يطلع فضايحهم، سواء المجتمع او الشخصيات السياسيه الشيعيه اللي بالعراق، اللي يتقدم سب وطعن ولعن وهمس ولمس ايوه من والله. تحت لتحت. هم يسوون الفتن. يعني ما يطلع شخص، ما يطلع مقتدى مثلا يقول لك والله عمر كذا، لا، هو ينطيك يهمس، يقول لك والله نحن ندافع عن مظلوميه الزهراء. الشيعي من يسمع مظلوميه الزهراء يعني عمر ابو بكر، خلص، هذا هو اللغز. ايوه صح. تمام. اغلب المعممين استاذ الفاضل، انا كنت احضر حسينيه لما بلغني الوعي، كنت اسالهم، اقوم اوقف، يابا استاذ شيخنا معمم سيد حبيبي، انت هسه قاعد تحكي لي عن الحسين انقتل وذبح وراسه تعلق وكان يتكلم والراس مقطوع، كان الراس يتكلم. طيب اوكي، ليش كل هذا؟ شنو السبب انقتل من اجل الدين. طيب ما هو الدين؟ من نعم. اجل الصلاه ومن اجل اتمام الحق. طيب انتم هسه ليش تحكون عن السب والشتم؟ احكوا عن الصلاه، احكوا عن الدين، احكوا عن الدعاء، علمونا شلون ندخل الجنه. علمني شلون اعبد الله، اريد اعرف اعبد الله انا كشخص جاهل، وانت كشخص معمم. علمني اعبد ربي يا اخي، علمني شلون اصلي، شلون ادعي الله، شلون اتقرب من رب العالمين. يعني صحيح. النبي عليه افضل الصلاه والسلام يقول خذوا العلم ولو في المهد، مو صح؟ صحيح. هو يعني. طيب انا اجي لك، اريد اخذ منك علم، انت تعلمني سب وشتم وطعن ولعن؟ هذا مو منطق. يعني هو بس مجرد سؤال، ليش احنا من نحكي مرات ثانيه احكي يقولوا لي ها انت وهابي، انت تكره علي بن ابي طالب، انت تكره اهل البيت. طيب انا لو اكره اسبهم، لو انا اكرههم اسبهم، بس انا ما قاعد اسبهم، انا احبهم في عقلي، ما احبهم بالبك والدق واللطم. يعني احلفك بالله يا شيخ وليد، انت اتفضل يا من غالي. تحبهم ما تحب اهل البيت. والله العظيم يعني الله اعلم والله شاهد علي ان انا اعشق اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يا عم انا بس تحبهم منهم. بعقلك صح؟ يا عم انا منهم. بس انت تحبهم بعقلك، مو الله هذا الشكل. المستعان. تحبهم في لكن مش قلبك، عشان انا تحبهم في بحب اهل عقلك. بيت النبي صلى الله عليه وسلم ادوس على عقلي. بالضبط. يعني احنا ليش نقلد المسيح؟ المسيح دائما، انا دائما اقول لهم انه اكو ربط بين المسيح والشيعه. الشيخ المسيح مرات اتناقش وياهم يقولوا لي عيسى ابن الله، طبعا استغفر الله، عيسى ابن الله ونحن نتقرب به الى الله. طيب اجي للشيعي يقول لي هذا الشخص مرجع متصل بالمعصوم، المعصوم هو الوسيله، مو بالقران وابتغوا اليه الوسيله. الله المستعان. على طيب العموم يا غالي وسيله. والله تشرفنا فيك في البرنامج، ربنا يبارك فيك، وعشان في اتصالات كتير فانا بتاسف لك. ربنا يعزك، جزاك الله خيرا.